افترض ان اذا جاء الماء بطل التيمم، ازاي نبدا بالتيمم؟ سيب الودع وحياة عينيك لا يفضحك، وشوشت ياما قبل منك فاضحك، مقتول هواكي وبغني على الارجول، مهما اتحجبتي عن عيوني ما اوضحك. يا شيخ فوت اموري للي خلق النجم واداله البراح، واشهد بمجد الكلمه والشمس الحقيقه، واشهد برب المعجزات والانبياء والمؤمنين والشهداء اني مواطن اليف ما بيعضش وين عضيت، فعلى اسناني حسره وتعاسه وندم. يا شيخ وانت بتودع النفحات افرض قوي منديل سجايا الالهه واعطيني اكتر حبتين، انا وحيد في الزحمه ومؤمن في وقت التوهه والعتمه. والله يا شيخ ان فطرت رؤيايا ما تتكاش على علني، ولا تورطش خدي بزياده، ولا تحركش شياطيني، انا واخد عليهم قوي وهم ساعات يونسوا الوحده. امانه يا ربنا يا سابر النفل على العاصي وساترني، ما ترمي ظن البلايا على جدتي الملحه، ولا تسبي عيني محبه ولا شوق ولا ارتياب، خلي الغياب فيهم وخلي لي غنى اللقيا. ووه يا شيخ سبحتك جرايه بالاوراد والتسبيح وانا مدير دماغك، خبطت والرد مش جايلي. طب يعمل ايه اللي شاف النور واتعمى، او اللي شاف الضلمه ياما واتمنع من الجول؟ شايل جدتي الملحه وبتعكد على الاشعار وادور في دواليب القديمه على ورده بيضه وعن جنيه ورق مكتوب عليه بحبك بخط مش واضح، وعن قصيده كتبتها وانا زهقان. امان يا شيخ ادخل وما تخافش، لسه بلل في النعش ما نشبش، ادخل وسمي وكمل الحضره. يا سبحتك جرايه سبحتك، سيب سبحتك جنبي يمكن افتكر حاجه من ريحتك ساعه ما تيجي الاسئله تنهال. ريحه عفن ورق وريحه سجاريه في الكتان، انت يا شيخ ولا ما عدتش تسمع النجوى؟ ادخل اي خير يقلعني منه خشبة بلاش. قصيدة منيش ايوب لكن مغلوب على امري، في نهاري بدوخ بالبويا حزنك يا بيوت، وفي ليلي بزيك بحروفي تلفيق الشعر، واغزل بمشاعر كذابة خيط الدخان الوان الوان، ونسيت توهانك من على روحي البوابة اتهد انام. من طلعت شمس الخوف يا غروب وانا ميت ايوب، متبعثر بين جبلي وبحري وبين الكناكين، وانا زي الصينين الواكدين بنغني انين وحنين وحاجات بتلف الراس. حراس يا بيوت ملناش فيكي غير بصمة ايد ووريث نازف على كل جدار. شكشك يا نهار واشتد يا ريح، اقفل الشباك وافتح الشباك بيت التايهين ما احناش راجعين. وانت يا شمعتي اصمتي براميل طمئتي بتنادي علي، يغسل بالراس ونتان في الجاز والجلد المتلون للغير. وتعالى يا طير تعالى يا طير اسكن عشك لحسن فكيت، والقلب المستردم في الصدر بيموت سكيت. مليت الشجر وبلاد الشجر وولاد الشجر، واشتقت يا لغة لمشاكل البيت، اشتقت المجرور الدكان، وحشتني بلدنا في الأوضة وصوت الحجار وروايح أمي وضحكة أبويا ونوم الظهر، وبلدت العالم في الأخبار، وحشتني الشلة كرات الذكر، الفكر اللي متلفوا على النار. على الغربة يا صاحبي مانيش قادر، لأن الغربة ماهيش نافعة ولا شافعة آلام الكتف ورزق الإيد والجسم المتمطع بالعرض لرطوبة الأرض. وما دام النومة ماهيش نافعة ولا هدة حيل لأجير شفعة، طب إيه هيفيد؟ ما تقول لي يا صاحبي يا أبو الأناشيد، أديك أنت أهو قاعد جنبي واكل جنبي نايم جنبي شارب جنبي، لكني تملي يا صاحبي وحيد. شكرا للشاعر العربي الكبير حمدي حسين. شاعر كبير جميع عصره كله الابداع والله كله الابداع مالناش دعوه بالتشعير. والمصحف ما بقى في الشارع يا ابوي ايه اللي قالك هي كبير السن ومقام. لا 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 زي ما انت زي ما انت.
ايوه ممكن نبدل الكلام. استاذ مبارك انت خليك من هنا وهي تجي. تفضل من هنا استاذ غني. من هنا. دايما عامله كده. هو صاحب الاول. السلام عليكم. اي حاجه ما تخليش الجمهور يحكي عليك. قصيدة كتبت أيام الغد العراقي. قصيدة بعنوان وتبسم شعر جميل. لا هو يطير بيمينه أهدى إلي كتابه. جميل. وتبسم شعر جميل كما فوق الغلاف كما يلد النساء في قلق يشد ظلاله من غير حائل. البحر فصامت قيامته لنا والأرض شفت حين أصناف السنابل. أي البحور فصامت قيامته لنا ولست أنت هناك قائل. ماء الفرات دما من الجن مأهولات بوابل من الفتن والغوايات ويغشين عيني بعتامة أسعارهن. حسن والله حسن أبو بكر يعني نسمع ولا نديها لا نكمل. كلها جن وعسلين. والله هو حسن على فكره أنا ده. قاعدة بعمل كده. مثل نسوة من الجن مأهولات بوابل من الفتن والغوايات ويغشين عيني بعتامة أسحارهن. هل أملك فك الطلاسم أو تعويذة أقتلع بها جذورك من الطرائب التي ضمرت؟ أيتها الساحرة الشريرة قلاعي ليست محصنة وكل دروعي منذورة للضياع ومصابة كل جيادي بالتجاعيد وكل عشائري رحلت لا حراب أو مجانيق لي. وحدي أحاول أن أثبت خيمتي وأن أجمع بين أعضائي التي تمردت علي. كل محاولة تتشظى. ما من قارب صيد جابها سفن قراصنة وعاد وما من سدود أقامتها النمال وعاقت جحافل فيلة. ما الذي تفعله القردة أمام الزواحف التي تتعملق؟ ما الذي يعوق التماسيح عن بلع جيفة تسبح في بركة قذرة؟ وما الذي يدفع البطريق إلى انتحاره؟ إنها الساحرة الشريرة التي دست أعاصيرها في أمعائي واستراحت. الآن أشعر أن جسدي يتضاءل وأن صوتي يخفت. فهل من سبيل إلى التقيؤ؟ هل من سبيل؟